هنتكلم النهاردة عن تابلت يعتبر يعني الخيار الأذكى للدراسة الفترة دي، ودي تجربتي ليه بعد استخدام 6 شهور. طيب بما إن هو يعني تابلت موجه للدراسة، فخلينا نتكلم عن الأساسيات، وهتكون الأداء والشاشة والبطارية والكاميرات وآخر حاجة الكماليات. نبدء بالمعالج، والإكسبات بيجي بمعالج فئة متوسطة وهو الميديا تك هيليو جي 99 ألتيميت، وده بيعادل سناب دراجون 720 جي، وهتلاقيه محقق أرقام 450 ألف نقطة على البنش مارك. المعالج موفر للطاقة وبيدي أداء ممتاز للمهام اللي هتستخدمه فيها، سواء بقى كتابة ملاحظات أو متابعة يوتيوب، حضور محاضرات على تيمز أو زوم وغيره. فهو بيلعب ببجي على 90 فريم، بس أنا لا أشجع على الألعاب ولا الموسيقى طبعا، وأكيد فاهم ليه. المعالج هنا يعني أكتر من ممتاز وأعلى من المنافسين في نفس السعر. نروح للشاشة، واللي يعتبر النقطة اللي فيها أغلب المميزات وهو برضه فيها أغلب العيوب. يعني الشاشة هنا بحجم 11 إنش وبدقة فول اتش دي بلس. الشاشة من نوع اي بي اس بكثافة بكسلات 206، وبيجي بأبعاد 16 ل 10، وبيدعم 16 بليون لون. والعيب القاتل هنا إن السطوع بيجي 440 نتس فقط. فباختصار شاشة الإكس باد هتديك تجربة غير عادية من حيث الحجم، لو بتحضر محاضرات أو ميتنج، وكمان لو بتاخد ملاحظات أو بتعمل تلخيصات والكلام ده. وكمان الفرجة على اليوتيوب هتبقى في حتة تاني مع الشاشة الفول اتش دي بلس والأربعة سبيكرز للستيريو. لكن يعني طبعا في البيت أو الأماكن المقفولة، لأن تحت الشمس مش هتشوف حاجة من الشاشة. خلصنا بقى الفنيات، ندخل على أهم نقطة، واللي هي البطارية، وهي هتقعد قد إيه وبتشحن في قد إيه. طيب هو البطارية هنا 7000 ملي أمبير، هو يعني رقم كبير طبعا، لكن زي ما قلنا 60 مرة الأرقام مش كل حاجة. إن البطارية لما تطلعها من العلبة بتطير أسرع من فلوسها. لكن في تركية أقول لك عليها. مبدئيا البطارية بتطير لأن حرفيا كل حاجة بتبقى شغالة في الخلفية، فأنت هتعمل إيه؟ بص يا معلم، أنت هتيجي كده على الإعدادات هنا، تمام كده، هتروح لابس، اب باتري يوزج، تلاقي كل التطبيقات عندك. فهتيجي هنا عند كلمه اول ابس، هتخليها ايه unrestricted، هيظهر لك التطبيقات اللي هي ايه بتستخدم يعني بطاريه في الخلفيه وكده يعني. فهتيجي عند كلمه مثلا انت في شويه في الاولانيين دول مش هيخليك تغيرهم، فسيبك منهم. خش على ورا مثلا زي نوشن مثلا، هتخليه restricted. اوكي. كوين برضه نفس الكلام، كلهم نفس الكلام هكذا. اه. بعد كده تروح للunrestricted تخليها اوبتمايزد. اوكي. هتلاقي فيه شويه برضه نفس الكلام restricted. بعد الكام خطوة دول رست الجهاز، ومبروك عليك، خلاص كده الجهاز هيقعد معاك متوسط من ممكن من 8 ل 10 ساعات للدراسة، وفي وضع الستاند باي ممكن لغاية أسبوع. بالنسبة بقى للشحن، فهو بيشحن بقدرة 18 واط، والشاحن كده كده معاه في العلبة. هو بصراحة بياخد وقت حسبة يمكن 3 ساعات عشان يشحن، فأنت تحطه على الشاحن بالليل آخر النهار كده، بحيث يبقى جاهز معاك للاستخدام تاني يوم. طيب يا ريس، خلصنا كده الأساسيات، نروح للكاميرا بقى. والكاميرا هنا هي كاميرا تابلت، وكمان تابلت للدراسة يعني، فما تتوقعش منه إنه مثلا يكون كاميرا سينمائية أو هتعمل بيه فوتو سيشن أو كده يعني. هي الكاميرا ممتازة لو هتصور بيها وراك، هتصور بيها حاجة مثلا في المعمل أو سبورة، أو لو هتحضر ميتنج ومحتاج كاميرا. عدا ذلك ما تتوقعش منها أداء عالي، فأعتقد ده يكون مناسب جدا يعني. باقي الكماليات بقى، الانفينكس اكس باد يعني بيجي ب4 سماعات ستيريو، 2 من كل ناحية، وفي مايك ثانوي لعزل الصوت، وبيجي مدخل شحن تايب سي، ومدخل سماعة 3.5 مللي، ومكان للكارت الميموري. هو طبعا بقى حاجة نادرة دلوقتي. الجهاز خامته من الألمنيوم، بس فيه جزء بلاستيكي هنا ناحية الكاميرا. الجهاز بيجي ملزوق عليه سكرين جيلاتين جاهزة، بس طبعا هتضطر تجيب له واحدة إزاز، لأن السكرين الجيلاتين مش هتحمي من الصدمات. بالنسبة لمحتوى العلبة، فهو بيجي أول حاجة وصلة شحن تايب سي تو تايب اي، وهاند فري بمدخل 3.5 مللي، وكتيبات التعليمات والضمان ازاي جلدهم، ودبوس الشريحة. بالنسبة للسعر، فالإكسبات بيجي منه نسختين، نسخة 128 على 4، ودي بيبقى ما فيهاش مكان للشريحة، بتجي بسعر 7700، ونسخة ال 256 على 8، ودي فيها شريحة بتدعم 4G بسعر 9700. طبعا الجهاز مش بيجي معاه لا جراب ولا قلم، فدول اكسسوارات هتشتريهم بشكل منفصل خارجيا يعني. لو عايز ترشيح لي مكتوب لي في الكومنتات. لو مهتم بالمحتوى ده اعمل لايك وفولو عشان تتابع اللي جاي. ولو ليك صاحب ناوي يجيب تابلت للكلية أو المدرسة الفترة الجاية، ابعت له الفيديو ده.